بيقرر يفتح الايميل. فجأة الجهاز تحول لبروجيكتور مجنون، آلاف الصور، آلاف الرموز، آلاف الخرائط وأسلحة بدأت تتعرض ورا بعض بسرعة البرق، بسرعة تخترق العين. تشاك قاعد ليلة كاملة بيبص بعينه، مش بترمش، عقله بيعمل امتصاص لكل الأسرار بتاعت المخابرات الأمريكية من غير ما يقصد، لحد ما بيغمى عليه. شاكي سن 25 سنة، أفشل شاب، أغبى شاب، وجوده ملوش أي 60 لازمة، شغال في محل تصليح أجهزة بي سي، بالذات اللي شغالة بالنظام بتاع الدوس اللي هو انقرض أصلا، مش مرتبط، ما يعرفش يعني إيه ستات، عايش مع أخته مرتبطة بالشخص نوعا ما مهمل، بس على الأقل أحسن من ابننا، عايش حياة ما فيهاش أي إنجاز، اتطرد من الجامعة عريقة بسبب غدر صاحبه برايس، حياة روتينية مملة مشؤومة، لحد اليوم اللي هيتغير في كل حاجة. في مكان تاني في نفس اليوم بنشوف العامل السر برايس ده هو نفسه صاحبه اللي غدر بابننا وسبب طرده من الجامعة. برايس بيقدر يتحكم بمكان الانترسكت هو نظام سري محطوط فيه معلومات واسرار تحقيق الامن القومي والمخابرات وحتة تقيلة. برايس قدر يحمل كل الاسرار ده على هارد ويفجر البي سي اللي عليه الاسرار، يعني ما عادش معاه غير النسخة دي. بعد ما بيخلص ويبدأ يهرب يجري، يعتقد ان خلاص كده الموضوع انتهى، بيضربه العميل كسب النار يقتله، بس وهو بيموت بيلحق يبعت كل الاسرار دي لزميله القديم الفاشل تشاكي. بعدها برايس بيموت في سلام. تشاك كان قاعد في اوضته عشان النهارده عيد ميلاده، وده بيفكره بالوحده، هو متوحد مش معاه غير صديقه ده، بس بيلاقي رساله من صديقه الجامعي القديم برايس. بيستغرب، الجهاز تحول لبروجيكتور مجنون، آلاف الصور، آلاف الرموز، آلاف الخرائط واسلحه بدات تتعرض ورا بعض بسرعه البرق، بسرعه تخترق العين. تشاك قاعد ليله كامله بيبص بعينه، مش بترمش، عقله بيعمل امتصاص لكل الاسرار بتاعت المخابرات الامريكيه من غير ما يقصد، لحد ما بيغمى عليه. صحي الصبح حاسس بصداع شديد، راح يستحمى، ساعتها جاله فلاش باك لشيء هو مش فاهمه. بعدين اتعامل عادي ولا كأن في اي حاجه حصلت، رايح لشغله، شاف في التلفزيون الجنرال الصربي جاي النهارده زياره، عقله بدأ يعمل فلاش باك ومعلومات عنه كأنه عارف الجنرال ده. في جانب اخر نشوف العميل كيسي اللي كان قتل برايس بيتم تعيينه عشان يقتل تشاكي برضه ويجيب منه المعلومات اللي اتبعتت. في وسط الذهول اللي بيعيش فيه تشاكي، في بنت بتدخل المحل بتبقى بطل، بيبقى الموبايل بتاعها بايظ. تشاك اول مره يتعامل مع انثى اصلا، بدا يقطع في الكلام، ما بيجمعش كلمتين، وفي ثواني صلح الموبايل. ساره اعجبت بيه، اديته رقمها وانهم يطلعوا ديت مع بعض النهارده. السرعه دي انتظر يا صديقي، الموضوع ده ليه لازمه. بيرجع تشاك لبيته، يلاقي حرامي بيحاول يسرق حاجه معينه من البيت، بس لما بيحاول يطرده جهاز البي سي الخاص بتاعه بيتحرق او بيبوظ. المهم تاني يوم في المحل تشاك بيشوف زبون عادي، فجاه بيجيله فلاش باك، بيبقى صور قنابل وحاجات، بيعرف ان ده ارهابي، بيتوتر، مش بيقدر يتكلم، بيمشي زي الالف، ده بيجري. بتيجي واحده، ايه مالك؟ يقول لها انت مش ملاحظه ان ده غريب؟ تبص عليه تلاقي الراجل حبوب اليف بيتعامل كويس مع الناس، فيخرج وكانه ولا في اي حاجه. انه يشوف ساره بتكلم المدير وتقول انها ما عرفتش تجيب المعلومات عنه، بس لو هتجيبه ميت هتعمل كده، وتطلع ان ساره عامله في الامن القومي وهي اللي حاولت تسرق بيته امبارح. فتروح له تقول له اسفه يا ملك، ما عرفتش اجي لك الديت النهارده، بس هنعوض النهارده الساعه 9 بالليل. فعلا بيروح لاخته مش مصدق ان في ست عبرته، وياخد نصايح من اخته زي لون الورد. اما هي بتكلم مديرها تقول له ان الموضوع هيخلص النهارده، بس بتلاقيه قدامها. يروحوا مطعم تقول له ان دمها تقيل فما دخلتش علاقات كتير، هو بيعمل ديب ستات اللي كان عارف حريم الكوكب كله اللي ما فيش منه، ويقول لها هحاول اديك فرصه، هحاول احبك. بس وهم خارجين بيبص على مبنى، بيبدا يجيله نفس الفلاش باك، يشوف الجنرال، بعدين الارهابي، بعدين بيتزا او اكل، مش بيهتم. العميل كيسي بقى على جنب مع بعض العملاء جاهزين يقتلوه النهارده، بل دلوقتي بيروح للنايت كلاب. ساعتها بيبدا كيسي يدخل، بتلاحظوا ساره وكونها مكمره كام سلاح في شعرها على سلاح في حته تانيه، بتبدا تهاجم العملاء وتقتله من غير ما تشاك ما بياخد باله، وتخلص على الكل الا كيسي. فتهرب مع تشاك وتساله مفتاح عربيتك، بيدور عليه مش بيلاقيه، بتقدر تفتح الباب، بيتفاجئ، بل بيتفاجئ اكتر لما يلاقي السواقه بتاعتها زي النينجا. هنا يدرك ان هو مش مع واحده عاديه، ساره اتقل من كده، وهي بتحاول تهرب بيدرك هنا ان هي عميله مش مجرد ساره البت الجميله البطل اللي عايزها. وخلاص فكروا انهم خلصوا لحد ما بتيجي عربيه تخبط فيهم. محدش يقلق، الرجاله لسه عايشين. بينزلوا بس العربيه جايه تخبط في ساره اللي كان بسبب ما كانت لوحدها على الطريق، ولكن بتطلع سكينه من احد اجزاء جسدها ترميها على زر احمر، بيخرج الحديد يدمر العربيه بكل كاريزما وهي قدامها. بتمشي ويمشي وراها ويعرف انها كانت زميله برايس الخاين، بس توجه له السلاح وتقول له ما يقلقش
يتقفش فيظهر كيسي وبالسلاح بتاعه. تقول له انت هتعمل ايه؟ اي حاجه انا هموته. رد كيسي لو موتيه انا هموتك. ويسال تشاكي فين المعلومات اللي وصلت لك، فيفتكر ان برايس بعت له ايميل ويبدا يحكي اللي حصل والصور اللي فتحت ورا بعض وانه بقى فاكر كل حاجه. فيسالوه طب فين الهارد اللي وصل عليه الايميل؟ فيقول لهم انه اتحرق. بس فجاه بيبص للمبنى، يبدا فلاش باك بل يشوف الملف الهندسي للمبنى، يعرف كل مكان وكانه هو اللي صنعه، ويعرف ان في قنبله هتتحط في النهارده. بيبدا يحذرهم. هنا يدركوا ان تشاكي بقى هو الانترسكتور بنفسه، هو الجهاز وعقله مخزن كل الملفات مش مجرد شخص. بيبداوا يمشوا وراه ويدخلهم من اختصارات محدش يعرفها. بيدخل جوه يلاحظ وجود الجنرال ووجود الارهابي، يشك في البتاع بتاعت الاكل بسبب الفلاش باكات. يفتحوها يلاقوا قنبله، هيفكوها ازاي ولا يوقفوها ازاي؟ تتذكر قلت لك ان تشاكي شغال في نظام الدوس، نفس النظام اللي معموله بالقنبله، ما بتاخدش في ايده 3 ثواني بيقدر يوقفها ويسيبهم ويمشي بكاريزما. طبعا الاثنين بيتخانقوا مع بعض، وكاله الامن القومي ولا وكاله المخابرات اللي هتاخد تشاكي. دخل بكاريزما، انتوا اللي محتاجيني، انا مش محتاجكم، انا بالنسبه لكم الماسه، انا اللي اختار اروح فين والمين، ومش هختاركم انتوا الاثنين. قرر يتوجه الى اخته، مش اخته قوي لان بعد شويه مشهد بنشوفه قاعد على النيل، بيجيله ساره تقول له لازم اختك ما تعرفش عن كل حاجه بتحصل لك ولا حد من معرفتك عشان ما تحطهمش في خطر. بعد ما يتم الاتفاق تاني يوم في الشغل بتاعه يلاقي ان كيسي انضم بقى فرد من افراد شغله، وهو ماشي بيشوف ساره ماشيه في المحل ويشوف فلاش باكات، يعرف قد ايه هي عميله ما يستهانش بيها، تخوف. وتنتهي الحلقه ببدايه الرحله اللي هنشوفها افشل واحد بقى في دماغه اهم جهاز في الدوله. الحلقة التانية بيكتشف ان حتى سارة بقت شغالة بتاعت سجق في المحل اللي جنبه. اما الاستخبارات هتبعت عالم لتشاك يشوف بقى اذا كان هيعرف يخرج من دماغه الملفات ولا لا. والراجل ده تقيل، عالم كبير، خدوه لعل يعرفوا يسحبوا منه المعلومات ويرجع لحياته الطبيعية. قعدوا تشاك في أوضة والدك لوحده في أوضة تانية، ما ينفعش يعرف هوية تشاك، ده سر قومي. فعلا بدأ يعرض في الأول صور مشفرة ورا بعض لتشاك، كانت صور عادية أي حد يعني شيء عادية ما فيهاش حاجة. بس الصور لما بدأت تدخل في الجد فجأة الفلاش اشتغل في مخ تشاك، بدأ يقرأ أسرار الحكومة بالتفاصيل عن قضايا سرية وقضايا إرهابية. الدكتور بلم عيونه وساعت من الاندهاش. الدك قال لهم الواد ده مش مجرد هاوي، لا الواد ده هو الانترسكت بنفسه وبكفاءة 100%. الولد ده جهاز متحرك. بعدها لما الدكتور حاجته في عربيته ومقرر يمشي، فجأة نرى موبايل بيرن عليه وعربية الدك انفجرت وقع قتيل ميت. بعدها كيسي وسارة راحوا للعربية يشوفوا بقايا الجثة، بس لقوا الموبايل بتاع التفجير. كيسي كان شاكك في سارة، بص لها بنظرات غريبة، اتصل على القائدة قال لها انا شاكك في سارة هي اللي قتلت الراجل. طب وسارة هتعمل كده ليه؟ اما بعديها تشاك بيروح لسارة للمحل، بتوري له الموبايل وتقول له انت شايف ايه؟ بيجي له فلاش باك يشوف ان ده موبايل تفجيرات بيستخدموه الامن القومي. قالت له بقى جس وات، مين شغال في الامن القومي؟ رد ان كيسي. بس كيسي هيعمل كده ليه؟ قالت له هو قاتل حاول يقتلك قبل كده. فافتكر لما كان على السطح فعلا وكان قرب يقتله. فعلا بيرجع للمحل وبيشوف كيسي قدامه، بيبقى مرعوب منه. فلما كيسي لقى التصرفات شيك دي غريبه مش متعود عليها، بيروح لساره وتبدا ما بينهم خناقه ما بين الاثنين. اما تشاك بيجيله مكالمه توصيل طلبات، بيروح يوصل بس بيلاقي كيسي هو اللي كان عامل الاوردر. لا ده انت شكلك هتنفرد بيا عشان تقتلني. ده كل تفكيره كان بيدور في كده. بيحاول تشاك يهرب فبيزنق عليه بالعربيه لحد ما بيوقفه. كيسي قرب منه، طب خاف من ساره دي جاسوسه واكيد قتلت الدكتور وحاولت تقتلني. رد تشاكي بس هي ورتني القنبله وقالت ان انت اللي عملتها، وريتني الموبايل. رد ان ده جهاز تقدر تشتريه من اي مكان بتاع سوق سودا. واداله المفاجاه الاكبر انها كانت شغاله عامله مع برايس، ربما تكون خاينه زيهم. ويبدا يجمع فلاش باك يشوفها في المحل لما حاولت تخطفه، وانه كانوا بيحاولوا يساعدوه اصلا لما هجمت عليهم في النايت كلاب. ودماغه حولت ان فعلا ساره هي الشريره في قصه احدهم. ساره كانت معزومه في ديت في البيت بتاع تشاكي عشان تتعرف على اخته. بيجري بسرعه على البيت خايف على العيله بتاعته اللي معرضه للخطر. اول لما بيوصل بيقول لهم انا عندي فكره لسه ما حصلتش قبل كده، احنا نروح نتعشى بره. بس اخته تعبت في عمايل الاكل، مش هينفع لازم ياكلوا هنا. في عز الرعب اللي عايشه في تشاكي بيدخل كيس عليهم يقول له انا عرفت لك اسمها الحقيقي، هي مش اسمها ساره، لانا تروفي. اول ما بيسمع الاسم بيجي له فلاش باك انها سممت 3 عملاء فرنسيين قبل كده قتلتهم. فطلع بره تاني للاكل، لقاها انها كانت عامله تورته هديه ليهم. الفكر جاله يمكن مسمماهم في التورته زي ما سممت الفرنسيين. حاول يولع فيها وهو بيطفي التورته في الحمام دخلت عليه. الله انا بصراحه مش واثق فيكي، حاسس
حاسس ان انت الشريره وانت اللي عملت كل حاجه. ولما استشهد بحوار الفرنسيين اللي سمتهم، ردت ان دول كانوا قاتلين وكانوا هيقتلوها، ولو ما عملتش كده كانت هي اللي هتموت. فبدأ يحس فعلا انها ملاش ذنب ولا لها علاقه. فقالت لما انا مش القاتله وكيسي مش القاتل ربما يكون مين، وخرجت لبره بتجري. اتشاكي طلع له بصوا بنظرات ان احنا غالبا ظلمناها. ما كملوش كان سمعوا صوت ساره بتصوت، جروا يشوفوا ايه. كانت المفاجاه ان الدكتور ما ماتش، الدكتور كان خطف ساره وضرب مخدر في دراع كيسي. بعد شويه كده لما حاول يفوق كيسي ركبوا العربيه، بس العربيه دي تعبانه. المفاجاه ان كيسي كان قلبها طورها شويه. كيسي قال له ان غالبا اقرب مكان عايزين يروحوه هليكوبتر علشان يهرب بيها وما نعرفش نوصل لها، فاستخدم نظام الGPS يدور على اقرب مكان هليكوبتر قريب من المدينه. تم الاتصال بالفعل. كيسي قال لك انا عارف المكان فين، قعد يجري ويهرب لمكان لبعيد. شاكي وهو جالس في سيارته يرى الدكتور خارج من اوضه، بيدخل الاوضه يلاقي فعلا ساره متربطه، بس ما بيلحقش ياخد وقته علشان يخرجها. الدكتور بيرجع من تاني بيستخبى وبيبدا يسمع ان الدكتور محتاج يعرف مين الشخص اللي في دماغه كل المعلومات، لانه مش عارف هويته وبيهدد ساره. ساعتها تشيكي بيخبط في حاجه وبقلب جامد جاسر بيقرر يخرج. لما بيشوف وشه الفلاش باك بيبدا يشتغل ويفتكر كل عمايل هذا العالم، العمايل الشمال اللي كان بيعملها، بل وكمان عايز يعرف الاسرار عشان يبيعها في السوق السوداء. تشيكي بيقرر يعمل اكتر حاجه شو ما بيقررش قوي، بياخد المخدر في صدره ويقع مغمى عليه. بيبدا الدكتور يسحبه الهليكوبتر علشان يخرج بيه من المدينه، بس بيفوق لان اصلا المخدر ما جاش في صدره بل في ولاعه في جيب القميص. ومع شويه شد وجذب معاهم هما الاثنين المخدر بيخرج في العالم والسواق. شاكي دلوقتي مش عارف يتحكم في الطياره، اول مره يسوق. العميل كيسي بياخد الموبايل يكلمه يعلمه ازاي يعرف يسوق، بس حطه تحت ضغط شديد مش عارف يتصرف. اما لما ساره خدت المكالمه وكده كده بيحبها وهو السم، قدر بكل نجاح يهبط بالطائره. طبعا ما استقبلوش بالاحضان والكلام الكويس، بل ساره قالت له ازاي انت ما كنتش واثق فيا، مفكرني خاينه عايز اقتلك، ده انا اتغيرت علشانك، وسابته ومشي. المكان الوحيد اللي جمعوا الاثنين مع بعض كان اثناء دفن العميل برايس. تشاكي شافها بس ما قدرش يروح يكلمها. اما كيسي بتجيله مكالمه من الاداره تقول له حاول بقدر الامكان تخرج اللي في دماغه علشان هنقتله. ويبان على كيسي انه زعلان مش عايز ابننا يموت، وكأن الرابطه اللي ما بينهم بدات تقوى مش زي اول حلقه. بس بيروح لها المطعم ويحاول يصالحها، والعزومه اللي ما عرفوش ياكلوها في البيت قرروا كلهم يتجمعوا هنا في المطبخ لحد ما بتحصل اكبر حاجه. ايران تحديدا في طهران في لوحه غاليه قوي تم سرقتها وقتل صاحبها. بعد اسبوع في اسبانيا تحديدا في مدريد نفس اللوحه الغاليه قوي تمت سرقتها وقتل صاحبها. بعد اسبوع في امريكا تحديدا لوس انجلوس نفس اللوحه تمت سرقتها وقتل صاحبها، ودي اخر مره. اما تشارلي في شغله بيحضر المدير ياخده للمكتب يقول له انا عندي سؤال تقليدي ليك، انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ تشاكي مش لاقي اي رد. كمل المدير انه هيمسكه مدير فرح بشرط في شغل اسبوع هيخلصه هو في يومين تصليح اجهزه، ولو ما لحقش الصيني هو اللي هيمسك مكانه. خد الرجاله المكان تصليح اجهزه الPC. اما ساره بتيجي عشان عايزاه عشان حوار مهم. الرجاله في المحل بتحسده مرتبط بالبنت الجامده دي ازاي. المهم بيدخل عليهم كيسي دخلوني معاكم، تبدا تحط قدامه الصور 4 جثث وتساله احنا عايزين نعرف مين قتلهم. يردوا انا اعرف منين، بس بيدخل واحد من العمال بيطلب راحه، بيلاحظ على الجورنال صوره وفي الفلاش باك بيشتغل بيشوف حاجات، بس من اهمهم صوره لوحه وكمان اسم لوسيو. ويرد بسرعه اسلحه لوحه في مزاد علن النهارده ويقول اسم لوسيو لان لوسيو هيكون موجود في المزاد. طبعا اللي موجودين مش عارفين مين لوسيو ده. الجنرالة كانت بتقول للعملاء ان لوسيو هو اخطر تاجر اسلحه بيهربها، تاجر خطر في العالم. العملاء قالوا سهله هنروح نجيبهم متكتف. ردت ان اي حد بيشوفه بيتقتل، مفيش حد اصلا يعرف شكله عامل ازاي. تعدي الايام، تاني يوم في الشغل كيسي قال له احنا ورانا طلعه وحفله ومشروع جاسوسيه النهارده. الفكره ان هو عنده اجهزه المفروض يصلحها عشان يترقى اجهزه الPC، بس صديقه القصير قال له هتسيب لي الموضوع ده علينا احنا رجاله هنا. بيروح علشان يقابل اخته تعلموا رقصه الصلصه لانها هتبقى مطلوبه في الحفله النهارده، وكمان يبقى ساره يمكن تحبه، بس جوز اخته هو اللي هياخده للمهمه دي وهيعلمه. في نفس الاثناء العميل كيسي بيستعد بيلبس ويجهز حاله للحفله. اما باقي الرجاله بيصلحوا في الاجهزه، بس المدير اللي بينافس الصيني جه يتريق عليهم انهم عار، بل وانهم جاب لهم اجهزه زياده وانهم مش هيقدروا يعملوا حاجه في الوقت الصغير ده.
تشاك موجود في العربيه ويصل للحفل، يحطوه ساعه فيها جهاز تتبع. اما الرجاله اللي هتصلح مشت، قالت وقتنا في الشغل خلص، احنا مش بنتحاسب على الوقت الزياده. حاولوا القصير يقول لهم ان انتوا لو مشيتوا الصيني هيمسك صوت يعني ما يمسك الصيني. طب الراحات المرقعه اللي انتوا عايشين فيها كل ده هيتلغي، انتوا اللي هتتدمروا يا بهايم. فعلا بيرجعوا في كلامهم. بيوصل لتشاك الحفله بس بيدلق عليه قهوه، بيدخل الحمام عادي بينظفها، يلاقي جنبه شخص. الفلاش باك بيجيله ويشوف صورته بيقتل حد، ومره اسم لوسيد ومره اللوحه. بيخمن ان اللي جنبه ده هو اللوسيد. فبيلاحظ الراجل توتر تشاك ابننا. تشاك بيقعد يتعذر كده ويقول له بس مش الحمام مش عارف اخد راحتي، وبيقدر بسرعه يهرب ويجري على ساره يفهمها ان اللي خارج من وراه في الحمام هو لوسيد. فبتقول له انت روح للبار سيبني انا اتعامل. يذهب للبار يلاقي كيسي. بعدين بيلاقي صاحب قديم ليه. صاحبه القديم ده بيقول له ايه احوالك ايه، ولا مرتبط ولا غني ولا لسه فقير. فيعرف انه لسه شغال بتاع تصليح اجهزه. يرد باستهزاء ان انا مدير شركه. بس بيجي فلاش باك على طول لابننا، يعرف ان هو مجرد مهرب حقير ما بيرضاش يحرجه. بعدين يساله انت مرتبط. فتشاك يوري له ساره اللي مرتبط بيها. الولد بينبهر ايه الجمال ده، بس يشوف واحد بيحضنها. يرد تشيك مش مرتبطين قوي يعني بتحب تنوع. اما في المحل الصديق بيقفل على نفسه في الاوضه، محدش معاه المفتاح يفتحوا له، اللي معاهم المفاتيح الصيني وده مستحيل يعملها وابننا تشاك. ساره يتم القبض عليها بسلاح، بس كيسي بياخد باله ويروح لها، وكيسي يقول له تفضل مكانك هنا. فهو مش لاقي حاجه يعملها. قعد بيبص على اللوحه والفلاش باك يحضر، وكان في الفلاش باك سلاح بيولوجي وصوره بتيجي، وبيعرف ان اللوحه كان فيها سلاح بس هو مركز. ففي واحده بتيجي جنبه يقول لها ان اللوحه دي الفريم بتاعها في حاجه غريبه، هي بتهتم بيه او كأن اللوحه دي عجباها. فبتطلب اسمه، يقول لها اسم كيرلي. فيكذب عليها بس مش عارفه الحقيقه. تعزمه على مشروب بكل حسن نيه. اما كيسي بيطلع لفوق للناس اللي خاطفه ساره. تشاكي بيرقص الصلصه اللي اتعلمها مع الست. ساره وكيسي بيضربوا الرجاله، بتحاول تحرر نفسها، وبعد قتال ومناقشات بتحرر نفسها في الاخر. لما الراجل بقى لوحده بيقول ان هو مش لوسيد، ده مجرد ضابط في الاف بي اي، وفعلا بيطلع الكارنيه بتاعه، وانه جاي في مهمه سريه يقبض على لوسيد الحقيقي، وانه مسرقوا من اللوحه السلاح البيولوجي علشان يستدرجوا لوسيد الحقيقي اللي هنا. فيردوا لما انت مش لوسيد امال مين؟ فالكاميرا ترجع للست اللي مع تشاكي، ويلاحظ العلامه اللي في رقبتها. يجيله فلاش باك يشوف صور لقتل وتعذيب وسجلها الاسود بل واسمها، ويعرف انها هي. اما صديقه بيرن على بتوع المزاد يحطوا له تشاكي عشان يقول المفتاح فين. الست تروح له تقول له انت استاذ شاكي، يقول لا 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 انا كيرلي. صديقه يقول له بصوت عالي يا تشاكي ما بلاش هزار في الكلام ده، ويفضح هويته قدام لوسيد. يتم اخذه من العصابه ويحبسوه في اوضه. اما ساره وكيسي بيدوروا عليه في جهاز التتبع اللي موجود في الساعه. تشاكي بيتعرض لكل انواع الاسئله، وهو مين، ولو ما جاوبش هيتقطع له اماكن ما كانش يعرف انها موجوده. بس بيحور ومش بيدي اجابه ثابته. هنا يبان ذكائه. فيقرروا انهم هيرموه من فوق من الشباك. يرد في حاجه بسرعه افتكرتها. فينزلوه. ايه الحاجه اللي انت افتكرتها؟ يرد ان اللوحه ما فيهاش سلاح، عشان كده كان مستغرب من الفريم بتاعها، وكأن السلاح اتسرق البيولوجي منها. ولكن العملاء بيهجموا، فضرب النار بيبدا يشتغل. ولكن لوسيل بتستغل الموقف وتهرب، ويبقى معاها الكارنيه بتاع تشاكي، وتعرف هو شغال فين علشان هتروح وتقتله. اما تشاكي بيرجع لاخته عادي، ويقول لها ان اليوم ما كانش احسن حاجه وما عرفش يرقص الصلصه. بعدين يروح لصاحبه ويقرر انه يحرره، كان جايب له بعض البيتزا، ويسهر طول اليوم يصلح باقي الاجهزه بنفسه. تاني يوم بيكون خلصهم. المدير بيشكره بل بيعينه مكان الصيني اللي كان جاي مستحكر تشاك. بعدها كيسي بيشكره انه ما احترفش ولا قال اي معلومات وهو متهدد من لوسيل. بس رجالتها بيدخلوا المحل يدوروا عليه علشان يقتلوه. اول ما يلاحظهم يستخبى تحت المكتب. الصيني يا نهار كل ده راجل انت كبير قوي. كيسي بياخد باله منهم. اما ساره وهي ماشيه بتلاحظ ست بل وتاخد بالها من العلامه وتعرف ان هي دي لوسيد، تبدا تراقبها وتمشي وراها. اما كيسي في المحل بياخد الراجل في اوضه يقول له انا عارف مكان تشاك. اول ما يدخلوا بينفض وشه ضرب بل انه يرميه في الثلاجه. وساره بتدخل سولو واحد لواحد للوسيد قبل ما كانت عايزه تضربه بالقناص، ويفضلوا يضربوا في بعض ينفضوا في بعض لحد ما هي بتخلص الموضوع بفوز ساره. بس ونوعا ما اليوم كان كويس علشان تنتهي الحلقه بتقارب المشاعر اكتر واكتر، بالذات لما ساره جات له بالليل وقد تتعدى علاقتهم لكونها اكتر من حارسه بتحرسه. ولكن المشاكل جايه، احنا لسه ما خلصناش. بعد فترة يا صديقي وفي يوم لعب عادي في البيت، بس تلاحظ من بعيد كأن في حد بيراقبهم. المهم في اللعبة كان بيقول تشاك إن أكتر واحد بيكرهه هو برايس اللي كان سبب طرده من الجامعة. مش بس كده، ده حب صاحبة تشاك وخدها منه. المهم لما خلصوا وطلع مع سارة سألها أنت كنت عارفة برايس؟ كنت عاملة معاه، بس هل بقى أنت كنتوا مرتبطين؟ ردت لا 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 احنا مجرد زملاء نعرف عن بعض حاجات سطحية فقط. برضه مازال كأن في حاجة بتراقبهم من بعيد. فبترجع سارة لبيتها وهناك في حد
ملثم بيهجم عليها نفس الشخص اللي بيراقبها. واثناء انتهاء الاشتباك خلعت القناع، طلعت كارينا. كارينا دي صاحبة سارة نوعا ما في الجاسوسية. بعد فترة وهو تشاك رايح شغله بيشوف كارينا قدامه، الفلاش باك بيحضر، يبدأ تظهر قدامه صورتها وعلم الأرجنتين، بطاقتها اللي فيها اسمها الحقيقي ماريا ألينا. ودخل يقول لهم إن في عميلة بتراقبه، بس لقوهم إن هم عارفين. والقائد بيتكلم إن في جوهرة غالية قوي جدا هتبقى موجودة في الحفلة، محتاجين مساعدة ولادنا لكارينا عشان يسرقوا الجوهرة دي. وكمان كارينا محدش يثق فيها، ممكن تاخد الجوهرة وتسرقها تبيعها سوق سودا، فهم هيكونوا أمان أكتر. بس الصديق القصير كان معجب بكارينا، رايح يبوس ايديها يسمب عليها، وراح قال للرجاله قد ايه كارينا دي بتموت عليه وهو اللي مش معبرها، ووقعت في حبه وكلام كله كده. كارينا مع ساره وبتشكر ساره انها في مره ساره انقذتها في ايطاليا، بس كارينا مش عارفه ايه لازمه تشاك، يعني هو لا عميل ولا في الشرطه، امال انتوا مهتمين وشغالين بيه ليه؟ بس ساره اكيد مش بتحكي لها حاجه بالسريه دي، فتقرر كارينا تروح تشوفه هي بنفسها. اول واحد بيدخل عليها القصيه يروح يسلم عليها، الرجاله بتتفرج وتحسده وما يعرفوش اللي فيها، بس بيروح لتشاك يترجاه ان حبيبته ساره تخلي كارينا دي تروح معاه في ديت كده ويظبطوا مع بعض. شاك بيروح لساره وشاك متاكد ان ساره هترفض، بس ساره بتشوف ان دي فرصه حلوه علشان كارينا ما تركزش مع تشاك بل انها تتلهي في القصير. فعلا تروح تقنعها انها تطلع معاه ديت عشان ما يبانش ان هي جاسوسه. وفعلا في البيت وهم معزومين، فطبعا الصديق كل شويه يسال اسئله، يسال تشاك زهق وقال له انها كانت في الارجنتين. هنا كارينا بتستغرب، انت عرفت حوار الارجنتين منين؟ فبالليل قبل ما ينام كان كل شويه صاحبه يرن عليه، الملكه كلمتني سالت عليا، يحاول ينام يرن تاني، واخر رنه لسه تشاك هيهزقه، طلع الزبون عايز يصلح له اجهزه بتاعته. بيروح تشاك على العنوان ولكن يلاقيها كارينا، حاولت تغريه وبتاعه اسلوب كده منحدر علشان تستخرج المعلومات، وهو ده اسلوبها الدائم. بس هو اسد ما تهزش، بس عرف منها ان ساره كانت على علاقه ببرايس وكانوا بيحبوا بعض، وساره طلعت بتكذب عليه، فكان واقع مصدوم. بل انه في تاني يوم كان ساره بتقول له احنا هنروح الحفله، مش هنسرق الجوهره، احنا بس هنبص عليها، بس هو مش معاها وقال لها اللي حصل وبرر وقال اكيد كارينا كده كده بتكذب ومحدش بيثق فيها. ولكن ساره اديته سهم في قلبه، بل سهمين، احترفت انها مش بتكذب كارينا بل كان في علاقه ما بينهم، وما رضتش تحكي له لان دي يعتبر جاسوسه مش لازم تعرف كل حاجه. فعلا بيروح الحفله ومعاه كارينا، اما كيسي عامل فيها سواق، وهذا الرجل المشعر هو صاحب الحفله ويبقى صاحب الالماس. بيتسللوا ويدخلوا لجوه، بس وهم بيتفرجوا بيطلع عليهم صاحب الماسه، فالبنتين يقربوا منه ويقولوا احنا بس جينا هنا وده اخونا، جينا بالغلط. ففرح، ده اخوكم يعني مش مرتبط بيكم. بدا يحكي صاحب الماس، حلو انتوا لو جايين تسرقوها كان هيطلع غاز ينيمكم، وصوت الانذار والرجاله كانت هتيجي تقتلكم، وان الماسه دي قد تهد دول، والكلمه دي مهمه. بعد ما بياخد ساره ويمشي، كارينا وتشاك باصين، بس بيجي فلاش باك وكأن كان في كهرباء في الفلاش باك، ويقول تشاك بسرعه ان صاحب الماس نسي يقول حاجه مهمه، الماس حوطها 200,000 فولت كهرباء، اللي هيسرقها هيتبخر. فسالته كارينا طب بما انك ذكي نسرقها ازاي؟ رد ممكن بهواء زي طفايه الحريق اللي جنبنا. فعلا كارينا بتقرر تغير الخطه، تضربها بالهواء وتسرق الماسه، وانهم مش مجرد جايين يشوفوها. ساعتها الغاز بيخرج والرجاله بتيجي، بس بيعرفوا يهربوا، وكيسي كان هيتقبض عليه بس بيضرب الراجل. وفي الاخر كارينا بتاخد الماس وتهرب بها على البحر. بس في العربيه كيسي بيقول انه حاطط GPS على كارينا مش هنقلق. فعلا بيروحوا مكانها، وفي نفس الوقت القصير رايح. اول لما تشوف كيسي تعمل انها بتبوس القصير، تحط الماسه في جيبه وتقول له احنا هننفصل. فكيسي بيحاول يكلمها بس بتحاول تتعامل معاه باسلوب الاغراء، زي الجحش بيدخل في الاسلوب. اما تشاكي بعدها بفتره وقعد مع صديقه بيبقى زعلان ويقول له كارينا سابتني بس ولا يهمني، هعوضها، بس عملت حاجه غريبه قبل ما تسيبني، بستني. بيستغرب تشاك، بيبقى عارف ان الحركه دي وراها حاجه. بعدين بيقول له انهم هيطلبوا بيتزا، فيرد القصير ان الفلوس جوه في شنطته. اما ساره بتروح لاوضه كارينا تلاقي كيسي متربط ومتهزق على السرير، تصوره ساره بتصوره كنودز عشان تفضحوا بيه. اما تشاك بيفتح الشنطه يلاقي جواها الماسه، يبدا يشوف فلاش باك بسرعه وبين صور تاج وعائله ملكيه وان الماسه دي غاليه قوي. بيتصل بسرعه على ساره، يبدا يقول لها ان الماسه اللي معاه مش ماسه عاديه، صاحب الماسه كان هيبيعها للافغان علشان يبيعوها ويشتروا بثمنها اسلحه، وده كان معنى كلمه ان الماسه قد تهد دول لما قالها صاحب الماسه. ولكن كان راجل العصابه وصل ومعاه رجالته مثبتين ساره وطالبين الماسه يا اما يقتلوها. كمان كارينا بتدخل عليها كمان عايزه الماسه، فيقول لها الماسه خديها بس صاحبتك هتموت دلوقتي اللي كانت ساعدتك في ايطاليا وانقذتك، يا ترى انت هتروحي عشان تساعديها؟ وانا كده كده رايح، يا اما بيك يا من غيرك.
كارينا تتأثر وتذهب معاه. كارينا بتروح بكل كاريزما، بس الغريب بدل ما تكلم العصابة بهدوء تحس انها بتعصبهم او قصدها تحرق دمهم. اما كيسي بيقدر يخرج من الأوضة ويضرب الراجل. كارينا بتقول انا مش لوحدي، فيرد الريس امال انت مع مين؟ تبدأ تنزل ضربه وسارة تساعدها. اما تشاكي هو محجوز لوحده والراجل بيقرب منه، لو قربت هرمي الماسة، بس كيسي بيدخل ويضرب الواد، بس الماسة اترمت. بعد ما الدنيا خلصت وهدوء وعدى كام ساعة، المديرين كانوا بيكلموا العملاء وبيشكروهم لأنهم قدروا يفشلوا صفقة الشراء بتاع الصواريخ ام 27 مليون، كان تمنها هيجي من المسا لو اتباعت. بعدها المسا بتوصلهم في البريد. في النهاية كارين لسه بتغوي تشاك، فقال لها اشمعنى أنا اللي عمالة تغويني؟ قالت له علشان سارة عايزاك، واللي هي بتعوزه بحب أسرقه منها. استغرب، سارة هتعوزني أنا؟ قالت ممكن يكون هي مش عارفة انها عايزاك، بس انا بعرف قبلها. ففرح بل انشكح وراح لبيت سارة وجايب لها بيتزا، ولما قعد معاها وكلمها قال لها انا عايز اعرف معلومة حقيقية عنك، مش لازم تخبي، قولي لي اي حاجة، مكان نشأتك او حتى اسمك الحقيقي، اي معلومة. بس ما رضتش ترد، زعل، قال انه هيروح يجيب مناديل. بس وهو هناك وبيجيب قالت اسمها ليسا، اسمي ليسا، بس باين من رياكشنه البعيد ان هو مش سامعها، بل معنى ان هي واثقة فيه فعلا ما بينها وما بين نفسها، وبدأت تتعلق فيه، بس هو لسه ما يعرفش. تبدأ الحلقة بأن سارة وتشاك معزومين على أكل صيني في الحي الصيني مع مورجان اللي هو الصديق القصير. في نفس الوقت في الحي الصيني بيتم اختطاف شخص وهو بيعمل مكالمة. طبعا وهم في الحي بالليل مورجان قال لهم هأكلكم أكل جامد، وكان في تاجر على جنب. تشاكي قال لمورجان أنا فكرتك بطلت. سارة افتكرت إنهم بيتكلموا على التعاطي، بس طلع تاجر بتاع ألعاب نارية. المهم لما بيروحوا المحل الأكل بيلاقوه قافل، بس مورجان بيعرف يتصرف، بيجيب مفتاح المحل عشان صاحبه شغال فيه اصلا، وبيدخلوا هناك واحد من الاستاف. تشاكي لما بيبص على علامه ايده بيجيله فلاش باك في لحظات، وفي نمر وعلم الصين ودبابات. بيقول بسرعه ان دي جاسوسه او عميله تبع الصين، فبيروح لكيسي اللي بيقول له لازم نفهم هي دي بتعمل ايه هنا. في نفس الوقت لما بيروح تشاكي لاخته بتقول له ان النهارده عيد الام والاحتفال السنوي ما ينفعش ينسوه او يفوتوه. اما في العمل فالمدير بيجمع الرجاله، يقول لهم يا رجاله المبيعات بتاعت المحل قليله قوي تغزي العين، دلوقتي احنا هنعمل مسابقه، اول واحد هيبيع هياخد ايفون، المركز الثاني هياخد بيتزا اكس لارج، المركز الثالث هيحافظ على الوظيفه لان المركز الاخير هيطرد. مورجان بيحاول مع كل الزباين يبيع لهم حاجه او حتى خلاط او اي حاجه من المحل، بس بيفشل. بيبقى عايز تشاكي يساعده يعلمه، بس تشاكي النهارده هيمشي ورا الجاسوسه الصينيه، وبكره عنده عيد الام فمش فاضيلك، بس قال له هبقى احاول. المهم يذهبوا للحي الصيني للمهمه بتاعتهم ويلاقوا راجل قاعد على كرسي. كيسي بيقول ان الراجل ده راجل اعمال صيني مهم يمتلك نصف الحي الصيني. بعدين بتظهر الجاسوسه وهي بتركب موتوسيكل عشان تمشي ورا رجل الاعمال، وهم كانوا ماشيين وراها. بعدين لما بيدخل راجل الاعمال بتجهز سلاح، فجاه تشاك بيجي له نفس الفلاش باك ويقول ان السلاح ده صيني، هي رايحه تقتل راجل الاعمال، لازم نلحقه. فطبعا العملاء هيروحوا وهو يفضل هنا في العربيه مالوش في الخشن. العملاء دخلوا بس البودي جارد حاول يوقفهم، نزلوا هما الاثنين في ضرب. اما الجاسوسه وهي هتقتل الراجل بيدخلوا العملاء ويوقفوا المهمه، وساعتها الدنيا بتبوظ وبيبقى كله بيضرب في بعضه. بس الاهم رجل الاعمال بيستغل الموقف ويحاول يهرب. تشاكي بيشوفه بيقرر يروح يزقه ويساعده ويركبوا العربيه، بس هناك شاكي بيلاقي ان الراجل العجوز خاطف شخص وحبسه في شنطه العربيه. ساعتها بتوصل الجاسوسه بس بيكونوا هم هربوا، وتقول له انت ساعدته ليه؟ انت تبعهم؟ فبخوف يرد ان لا انا اول مره اشوفهم، ولكن تقول انها ما كانتش عايزه تقتله، ده عايزه تنقذ اخوها اللي الراجل الاعمال خطفه واللي احنا شفناه بيتخطف في اول الحلقه. وفعلا لما وصلوا العملاء حاول يدافع عنها وقال لهم ان دي بتنقذ اخوها. في تاني يوم كيسي وساره قالوا ان اخوها شغال زي حاجه حكوميه في الصين. العصابه بقى خطفته علشان يبتزوا الحكومه الصينيه يخرجوا واحد من ضمن العصابه، بس الحكومه الصينيه اعطتهم الطناش ولا يهتمون، واحنا كذلك مش هنهتم يولعوا هم في بعض. فردت شاك ان ده اخوها هنسيبها ازاي، وان لو اخته اتخطفت واتحطت في نفس الموقف هو مش هيسكت، وحاسس ان هو السبب في بوظان خطتها، بس لم يسمعوا منه شيئا. اما مورجان ياخدوا حربا اخرى لا يعلمها احد، وبقى اخر واحد في المبيعات وشكله هو اللي هيطير. تشاكي وهو في مكتبه وبتجيله مكالمه من الجاسوسه تقول له انا شايفاك مراقباك، شايفه المستردة اللي على الجرافطه. حاول يرفع ايده، قالت نزلها انا بقول لك شايفاك. كان بيحاول يرفعها لكيسي، بيبص يمين وشمال، قالت له انا
مش موجوده على يمينك ولا موجوده وسط البنات اللي انت شايفهم ولا في حته، وهددته ان لو ما ساعدهاش هتقتله لانه السبب اللي بوظ الخطه بتاعتها. وليه اخترته هو بالتحديد؟ عشان شايفه عملاء سريين بيتبعوا، معنى كده ان هو شخص واصل. بعد ما قفل راح يقعد مع ساره وكيسي، قال لهم يعني ازاي يعني نسيبها كده ما نساعدهاش؟ قالوا له بقول لك ايه، يقول اللي حصل. رد انها كلمته هددته. بداوا يدوروا في المكان، هي موجوده هنا ولا فين؟ لسه مورجان بيقول له ساعدني، ابعد من قدامي دلوقتي. بعدين بيجي المورجان طلبيه لازم يستلمها في المخزن، فكيسي بيسال عليه، قالوا له بيستلم الطلبيه، فرد ان دي مش وقت طلبيات الصبح. وفعلا في المخزن كانت ثبت من الجاسوسه بسلاح، والعملاء جو يجروا عليه، فعشان ما يحصلش خسائر قرروا يساعدوها، وفي المقابل هي هتديهم معلومات عن الدوله والصين يعني، وهتبقى خاينه نوعا ما. وبداوا يحطوا الخطه للمبنى اللي المبنى فيه اخوها. في نفس الوقت الاخت وصلت لحفله عيد الام، لقت تشاك جوه. والله انا فضيلك، خلاص احنا النهارده ما فيش حاجه توقفنا حفله عيد الام. ولكن تليفون تشاك بيرن، كيسي بيطلب يجي علشان يساعدهم بذاكرته، يمكن يعرف اي حاجه. يتاسف لاخته، معلش كلمتي هتنزل المره دي، هيغيب ساعتين ويبقى يرجع. بيروح لهم، ولما يشوف نظام الكاميرات اللي في المبنى يقول ان عارفه. سالوه جالك فلاش باك؟ قال لا، الكاميرات ده انا شغال بيها، اقدر اهكرها. فعلا تبدا العمليه، ويروحوا بالعربيه للمبنى، ينزلوا ويبدا تشاك يوجههم بالكاميرات اللي هو هكرها. اما الرجاله مع مورجان عمالين يدعموه دعم عاطفي، يقولوا له هي دي الطبيعه، القوي بياكل الضعيف وانت اللي هتطرد، احنا كلنا في شغلنا. بس بتيجي ست هتشتري جهاز الالعاب لابن اخوها اللي موجود في مستشفى، فمورجان بينصحها تشتري من مكان تاني بسعر ارخص. الست انبسطت، ما بقاش في رجاله شجعان زيك اليومين دول، واديته رقمها. الرجاله جت قالت له يا مورجان انت موظف فاشل، انت ما بتعملش حاجه غير تعاكس في الستات، تاخد ارقامهم ولسه عايش مع امك لحد دلوقتي. الست حست بالقرف، بصت له بكره، خدت الكارت بتاعه افتكرته العبان. هي لما مشت كانوا مفكرين ان لما يقولوا كده قدام الست هيصعب عليها وتساعده وتشتري، بس خطتهم فشلت. اما تشاكي ولسه بيوجههم وشايف كل حاجه والموضوع تحت السيطره، الكاميرات بتتقفل وهم يدخلوا اوضه فيها راجل المافيا القعيد. قال لهم حلو قوي، انا اخطفكم انتوا واسوم بكم الحكومه تخرج المسجونين بتاعتنا بدل الفشل اللي عندنا. وبدا ينقل فيهم. طبعا تشاكي بيراقب، كيسي عارف ان تشاك متهور ممكن يتدخل، راح على جنب بالساعه بتاعته وكلم تشاك، قال له اوعى تتدخل، بس جسوه بيتدخل. وفضل ماشي وراهم بالعربيه. لما وصل لمكان حبسهم شاف تاجر الالعاب الناريه اللي كان في اول الحلقه، جات له فكره بس اخته بترن، قفل عليها. مورجان كان موجود مع اخته، بيشتكي ان هو هيطرد من الوظيفه بكره ولازم يبقى زي المحارب ابو سيف. ايوه يعني هتعمل ايه؟ قال انه هيقدم استقالته بكرامه قبل ما يطرد. اما هي بتشتكي ان اخوها اتغير، ما بقاش يهتم بها زي الاول. تشاك في موضوع تاني، تشاك فخخ العربيه بالمفرقعات الناريه، استغل ان الحراس مشتتين، دخل يفك ويحرر العملاء كلهم. فعلا عرفوا ينجحوا ويهربوا ويضربوا البودي جاردات. اما هو بيرجع في منتصف الليل عند اخته وحفله عيد الام اللي ما بقاش لها لازمه، اتاسف لها وعدها انه بكره هيعوضها، كان غصب عنه النهارده وما قدرش يوضح لها التفاصيل، بس هي سابته وهي زعلانه. اما تاني يوم مورجان رايح يقدم الاستقاله للمدير، بس بيجي حد يشتري منه بكميات كبيره، وفعلا دي كانت اخت تشاك. مورجان صعب عليها امبارح، اشترت ب $700، اترفع في المبيعات، بدل المركز الصفر بقى المركز الثاني. مش هيطرد، بس المدير محقق له مفاجاه. لما قرب منه المدير قال له تعرف انا كذاب، يعني ايفون اللي هجيبه للمركز الاول، اذا كنت انا مش شايل ايفون، كمان بيتزتي اللي هجيبها لكم ما معيش تمن بيتزا، واكيد انا مش هضرب حد، انا قلت كده عشان المبيعات تزيد. اما بره للصينيه شكرت تشاك على تحرير اخوها، وتشاك بعد ما بيخلص بيروح يحتفلوا بعيد الام، ومورجان موجود وكمان ساره دخلت، واستغربت حفله عيد ام، يعني ايه حفله عيد ام؟ رد ان امهم ماتت من زمان، وكمان ابوهم كان قاسي عليهم وهو بيربيهم، ولما مات او معرفش راح في اي داهيه بقى بيحتفلوا بذكرى امهم وذكرى انهم بقوا معتمدين على نفسهم وتحرروا من ابوهم. وتنتهي الحلقه باجواء عائليه سعيده. تبدأ الحلقة بشخص بيحاول كأنه يهرب من مكان، بس بيوقفوا حد ببدلة ومعاه سلاح، بس الشاشة تشتغل فيحصل تشتت ويضرب الشخص، ياخد الكارنيه ويكمل في هروبه وكأنه خرج من كهف في جزيرة. في المحل بقى عند تشاكي الزباين كتير، مفيش عمال تساعدهم أو يحاسبوهم. تشاك راح يشوف الموظفين، لقى الرجالة متجمعين وبيلعبوا، واللي مجمعهم أصلا صديقه مورجان. فالمدير شاف الفوضى ونادى على تشاك تعالى معايا. في المكتب قال لتشاك طبعا حملة التقصير دي ما ينفعش، وقال له في بكرة في واحد من الإدارة من فوق هيجي وهيشوفك وهيقرر انت هتكمل مدير ولا لا، واتمنى ان صديقك مورجان ما يبوظش عليك اللقاء زي ما هو عامل تأثير عليك دلوقتي.
بيروح عند اخته ويستعدوا لحفله الهالوين. بعدها بيتصل المدير يقول له صاحبك مورجان فين علشان الشيفت الليلي. بيدور تشاك على مورجان لحد ما بيلاقيه بيلعب على جهاز الاركيد. كان معاه شخص، ولكن لما عينه بتيجي في الشخص ده فلاش باك على طول يبدا يشتغل فلاش باك عن صورته واسمه لازلو واختراعات، وان الشخص ده يعتبر خطير. لازلو اول لما بيشوف ساعه تشاكي بيعرف على طول ان هو عميل، بيبقى عايز يهرب ويقول له هو في عملاء هنا غيرك؟ فعلا بيهرب. بالليل لما بيروح بيلاقي ساره مستنيه في الاوضه وجايبه له هديه برواز الصوره ليهم بالفوتوشوب زمان بقى ما قبل الاي اي، وبتعرف انه قبل شخص خطير اسمه لازلو. اما لما راح شغله كيسي حذره من لازلو ده وقال له لو شفته تقول لنا. بس لما بيخرج بيلاقي مورجان بيعمل نفس الحركات الطفوليه، فقد طفح الكيل بقى فبطريقه مش كويسه بيزعق له بيقول له انضج اكبر ما تخليكش مستهتر، انت لسه مش طفل عندك 13 سنه. فبيبقى محطم وبيمشي مورجان. كيسي مع الجنرالة قالت له معلومات اكتر عن لازلو، هو شخص عبقري اكتر من انه عبقري. اتخرج من الكليه في سن 14 سنه، خد الدكتوراه في سن 17 سنه. لازلو كان شغال مخترع اجهزه للحكومه سريه، وانه يبقى ضدنا فده شيء يخسرنا وحذرته. فرد كيسي شاب زي كده هيعمل لي ايه يعني عشان تحذريني؟ وريته صور الناس اللي كانت في الكهف، وريته ممكن يعمل فيك ايه. اما تشاك وهو خارج بيلاقي واحد مقنع بيفتكره متنكر في الهالوين، ولكن لازلو وماسك له مسدس واتهم تشاك انه كلم الشرطه. بس تشاك رد ان لا. لما كلاكس العربيه ضرب بدا تشاك يدافع ويحاول يزيح السلاح ليكتشف ان مش ده سلاح، ده رشاش ميه. بعدها لازلو بيترجاه ان يشيل اسمه من الشرطه، عايز يهرب ما يكملش حياته يعمل لهم اختراعات. اما اخت تشاك وحبيبها وهم خارجين بيلاقوا مورجان المحطم في المطعم. بيحكي لازلو انه اي جهاز سري تبع المخابرات هو اللي صنعه. كان بيرسم رسمه وهو بيحكي انه هو عنده 10 سنين اتربى في كهف لخدمه الحكومه بدون اصدقاء وبدون عيله. سالت تشاك انت ايه عبقري ولا انت ذكي؟ ايه اللي يخلي المخابرات مهتمه بيك وحط عليك حراسه؟ رد تشاك ان هو مجرد بيصلح اجهزه بي ومالوش الحقيقه. اما عند اخت تشاك فحبيبها هيعلم مورجان الاعتماد على النفس، الرجوله، الالتزام. اولا هندم اللبس بتاعه قدام المرايه وعلمه حركات. تاني حاجه على الكنبه علمه ان لازم تاخد رايك من دماغك، تبقى صريح صادق منفتح ملتزم. اما لازلو بيكمل انه مبسوط قوي دلوقتي قادر يعيش زي البني ادمين، بيتكلم في مطعم وبيقابل ناس، حاسس انه بشري. وبيندم في الوقت لما كان عنده 10 سنين وخرج من البيت، حل لعبه صعبه في الحي بتاعه. الحكومه خدت بالها من نسبه ذكائه العاليه، قررت تجنده. اهله ما كانش عندهم مشكله طالما الحكومه هتدفع. وبيعطي الرسمه لما يخلصها لتشاك هديه، ويطلب منه ما يقولش للعملاء عنه عشان ما يبلغوش عليه. فيرد تشاك انه العملاء اللي معاه طيبين مش هيعملوا حاجه. لازلو قال له انت واثق فيهم؟ روح كده بيتك وشوف الثقه دي هتفضل مكمله ولا لا. فعلا لما تشاك بيروح يبدا يقلب يلاقي في كل مكان مايك مستخبي. ده حتى الهديه اللي ساره جابتها له كان فيها مايك، وكأن العملاء مش واثقين فيه. فراح متضايق راح لكيسي. كيسي هو اللي متضايق. كيسي بيقعد يسمع كل يوم اكتر من 6 ساعات احاديثه مع صاحبه مورجان التافهه، بل اصلا شغل له حاجات من التسجيلات. تشاك نفسه ما استحملش نفسه وقام قفل. اما بقى الشخص اللي كان اتضرب من لازلو في اول الحلقه بيدخل على ساره بتجهز السلاح، بس بيوريها كارنيه ان هو شرطي. اما تشاك وهو داخل اوضته بيتفاجئ بوجود لازلو. لازلو بيقول انه ما عندوش مكان يروحه، محتاج بس مكان يبات في ليله النهارده وخلاص على كده. الشرطي مع ساره بيقول لها ان لازلو مش مستقر نفسيا ولا عقليا، اشبه بالمجنون. قالت له انت عرفت منين؟ رد انا اللي لقيته، انا اللي دربته وانا اللي ربيته وانا اللي هرجعه. ويعتقد ان لازال لازلو شغال على قنبله. لازلو وتشاك بيروح المحل ويقول له هنا افضل مكان لاختفائك. فيطلب لازلو ساعه تشاكي، بياخدها يكسرها ويقول له اقفل تليفونك وكمان عربيه تشاك. لازلو وقف الجي بي اس اللي فيها علشان ما فيش اي حد يعرف يوصل لهم. قعدوا يتفرجوا على فيلم. ساره بتحاول ترن 1000 رنه محدش بيرد. لما الفيلم انتهى ولسه تشاكي بيقول الشرير الفيلم يستاهل، لازلو اتعصب رد ان الشرير عنده دافع، كمان الحكومة هي اللي استخدمته فلازم يستحمله. وكأنه بيتكلم عن نفسه يا صديقي. وفجأة قال انتهى وقت الأفلام. وبمهاراته وذكائه قدر يحول التلفزيون لنظام ملاحة يتحكم في صواريخ نووية ورادارات طيارات. كان ناوي يضرب المكسيك في خلال ساعات، حاسس ان المكسيك دي ملهاش لازمة. تشاك على طول حاول يهديه، اهدى يا ملك تعالى نتفرج على فيلم تاني، بكرة نعمل كل حاجة، صحيح بكرة من الصبح نضرب المكسيك وكل حتة، انا بس اروح اعمل فشار. حاول يستخدم التليفون في أوضة تانية تشاك،
لقى ان جات له 1000 مكالمه من كيسي، وكان في البريد الصوتي قالت له استخبى في العربيه وما تخرجش. بعدين جرى على العربيه فعلا يستخبى، بس بيلاقي لازلو قاعد فيها. الشرطه بتوصل لما الجي بي اس اتفتح ومعاهم ساره. ساعتها لازلو يتهمه بالخيانه وانك بلغت عني، ويكون اصلا عدل العربيه خلاها نفاسه، وان التحكم بقى معاه، وبدا يهرب بالعربيه والشرطه بتجري وراه. بعدين بيرمي تشاك بالكرسي بتاعه في نص الطريق، بس تشاك كان القدر معاه وما اتاذاش. اما لازلو هرب. تاني مشهد نشوف مورجان بقى شخص تاني خالص، مسؤوليه جديده، شخص نظيف مش عشوائيه، وبيتكلم بطريقه فورمال، والناس زملائه مفكرينه متنكر في الهالوين. اما تشاك هو في المحل بتاع محفظته يلاقي فيها الرسمه بتاعت لازلو الهديه، فجاه يجيله الفلاش باك، يكتشف انها مش مجرد رسمه، دي خريطه لسانت مونيكا. لما يكلم ساره يعرف انها عارفه ده، وانه حاطط قنبله هناك، بس المدير بيجي في وشه ويقول له ان الاداره جايه كمان ساعه، استعد. تشاك مش هيقدر وما بيقدرش يقول له الاسباب، ويجري يسرق عجله ويهرب. في نفس الوقت الاداره جت، وبالتالي الشخص مش لاقي تشاك. فبالقلب الميت مورجان بيظهر كالرجوله، يدخل للاداره يبدا يقول شعر في تشاك، يقول رساله بتوصف شجاعه وجمدان اللي بنشوفه بيسوق بالعجله فعلا بالشجاعه بتاعته عشان يلحق القنبله. بس بعد ما خلص مورجان الرساله اللي تاثر في الملايين ما اثرتش في الاداره، وبيقرر ان المدير هيبقى الصيني مش تشاك. بيوصل فعلا تشاك للازلو وبيلاقيه حاطط قنبله في شنطه العربيه، ويقول ان الناس لازم تعاني زي ما هو حصل فيه. القنبله اشتغلت لما تشاك مسك مفتاح العربيه لانها معموله ببصمته، واعطى تشاك قاطع وقال له وقف القنبله. رد تشاك ازاي؟ قال له الاحمر، قطع الاحمر. رد تشاك انه زهق من كذبه، قلت انك عايز تعيش حياه طبيعيه وهادئه، انت كنت بتكذب زي كذبك في السلك. وقام قطع الاخضر. فعلا تمت بنجاح وتم القبض على لازلو. بيرجع الشغل يعرف ان هو مش هيترقى، وان الاداره بقت مع الصيني، ويعرف ان مورجان وقف جنبه، وان في واحد سرق عجله مورجان، يعرف ان هو اللي سرق عجله صاحبه، يبدا يركبها ورايح وحاسس بالندم. في نفس الوقت مورجان بيبان عليه الحزن لان صديقه تشاك زي ما متعود كل سنه بيبقى معاه في الاحتفال مش موجود، لحد ما بيوصل تشاك ويلعب معاه اللعبه اللي كانوا متعودين يلعبوها في كل حفله هالوين. والحلقه تنتهي وهم بيتكلموا كتير في مواضيع تافهه، كيسي قاعد غصب عنه بيسمع وهو زهقان. الحلقة دي من أهم الحلقات، ده لو أنت موجود، ولو موجود اثبت بكومنت تحت عشان أحس إن حد بيتابع. الحلقة دي مهمة. في ماضي تشاك في جامعة ستانفورد الدكتور فيلمينج بيشرح نظام جديد عن صور مشفرة فيها آلاف المعلومات، هي نفس التقنية اللي كانت موجودة في عقل تشاك، لحد ما بيدخل شخص أقرع وكأنه مع سلاح. الدك بيحس بتهديد، بيخاف لدرجة بيضطر يوقف المحاضرة بل إنه يهرب من المكان ويكلم حد من المخابرات، يقول من القلعة الزجاجية إلي أشعر بالتهديدات. بس لما بيدخل الأقرع بيلاقي إن الدك هرب. أما في المحل فرجع مورجان لعادته القديمة، والمدير الصيني بقى هو المسؤول وبيرخم على الكل. بس تشاك بيحضر مع كيسي وسارة، وتقول المديرة إن البروفيسور ما بقاش موجود. يستغرب تشاك، بقى اللي كان بيدرس لي زمان كان جاسوس. بس الأغرب المديرين طلبوا من تشاك المساعدة لأن ما بينه وما بين الدك رابط. استغرب تشاكي، رابط إيه ده؟ الراجل طردني من الجامعة زمان، وأساسا هو هل فاكرني ولا لأ بعد كل الزمن؟ وتشاك مش فاهم حاجة. تشاك لما خرج ورجع البيت كان بيلم حاجته بيتخلص منها، ومنها صور ليه في الكليه مع صديقه برايس. نرجع بقى بالزمن سنه 2003 لما كان تشاك في الجامعه، كان بيلم حاجته علشان في اليوم ده كان مطرود وشايف كل زمايله بيودعوه. بس قبل ما بيمشي سأل برايس انت عملت ليه فيا كده؟ ليه كنت السبب في طردي؟ رد برايس بدون اكتراث ولا اهتمام ان دي عواقب افعالك. بيرجع للوقت الحالي وتشاك الكارنيه بتاعه بيقع، لما بيمسكه بيجيله فلاش باك على كل المعلومات بتاعته كأنه هو عميل. هنا مش بيفهم أي حاجة، ليه في ملف وكأنه عميل في الانترسكت. الانترسكت ده موجود في الداتا بتاع الإرهابيين والعملاء والجواسيس مش المواطنين العاديين، وده شيء غريب. فبيروح يجري على كيسي يعرف منه أي معلومات وليه هو موجود، بس كلهم بيتجمعوا. سارة بتقول له اللي هيجاوبك على السؤال ده هو الدك، اللي هو أنت أصلا ما بينك وما بينه رابط. لحد دلوقتي مش فاهم حاجة، ضباب. بعدين بتيجي معلومات عن الأقرع اللي بيطرد الدك، وسلاحه المفضل هو القوس، ونرى كل هذا في اللاب قدامهم. لما بيرجعوا الشغل يلاقي ان الصيني عمل لكل واحد منهم ميعاد مختلف، قواعد جديده وشغل جديد. بعدها كيسي بيجيب لتشاك صوره للدك ويقول له شفناه قريب من بيت هنروح له كمان شويه. لما تشاك يبص في الصوره يرجع فلاش باك 2003 جامعه ستانفورد هو والدك
الدك بيتهمه ان هو نجح، انت نجحت وكمان غششت اصحابك وده مش العادي بتاعك، انت شكلك سرقت الاجابات بتاعت الامتحان. وكمان اكمل الدك ان ممكن علشان الاسعار غاليه في الجامعه كنت بتبيع الاجابات، احنا مش شاكين، احنا لقينا اجابات الامتحان في الخزانه بتاعتك. وصديقي فعلا كان بيغش في الامتحان، بس اللي موت تشاك واثر عليه صديقه اللي واش عليه، هو صديقه برايس، صديقه المفضل في الجامعه. نرجع للوقت الحالي، الرجاله بتتفرج في المحل وبيجي الصيني برموض اللي بيتحكم في الكل يقفل عليهم المشاهده. النهارده قلنا قواعد جديده، العملاء في العربيه بيراقبوا لو الدك هيخرج ولا لا. لما سابوا تشاك لوحده قعد وكمان مستني، فجأة بيلمح شخص متنكر ماشي من جنبه، بس تشاك عارف ان ده الدكتور بيحاول يوقفه. الدك بيجري، تشاك يقول له القلعة البيضاء، فيعرف ان الشخص ده طبعا مخابرات، فالدك يحس بالامان. بس الغريبة تشاك بيقول له انت فاكرني انا كنت معاك في الجامعة؟ فيرد ايوه عارفك ويقول اسمه الثلاثي. تشاك بيستغرب لحد اللحظة هو ازاي عارف الاسم بتاعه. كمان الدك بيتعجب، تشاك بقى فرد من المخابرات وعميل. تشاك بيسأله انا ايه الرابط ما بيني وبينك وليه عندي ملف في الانترسكتور؟ فجأة الدك بيترمي على تشاك ويبدأ يتقل. تشاك فاكر ده حضنه، وبيكون الدك واخد سهم في ظهره، وقبل ما بيقع بيدي ورقة لتشاك يقول له تسلمها لبرايس. الدك ما يعرفش ان برايس مات، بس الأقرع بيضرب على تشاك سهم والورقة بتروح، يفتكر ان تشاك مواطن عادي فبيسيبه وياخد الورقة منه. طبعا تم نقل الدك للمستشفى، ما ماتش لسه كويس. اما العملاء بيسألوا تشاك ايه الارقام اللي كان في الورقة، بس هو مش فاكر، ده كان في تهديدات وكان هيتقتل، ازاي ممكن يفتكر؟ فيروح لاخته اللي هو بيحس عندها بالامان دايما، كانت بتجمع حاجات قديمة لتشاك وكان فيهم كتاب من ايام الجامعة. لما بياخده ويمشي يبدأ الفلاش باك يشتغل ان هو وبرايس كان بيلعبوا عند المكتبة. برايس فجأة جاب طلق وضرب بتشاك واعطاله الكتاب ده. لما قلبوا تشاك لقى ارقام نفس اللي موجود على الورقه، بيروح لكيسي ويقول له الارقام هنفهم معناها لو رحنا مكتبه الجامعه. وفعلا يسافر تشاك لجامعه ستانفورد اللي هو بيكرهها وكان فيها الماضي الاليم بتاعه، وهو لحد دلوقتي ما يعرفش ليه برايس خانه وواش عليه وطرده. فبداوا يدخلوا، كيسي كان ضرب كارنيهات مزوره دخلتهم، بس راجل الامن لاحظ حاجه. اما الرجاله في المحل زهقوا من ظلم الصيني وعايزين يجيبوا منه الرموز، فبتروح صينيه تتلاعب عليه تعمل انها بتغريه ويسرقوا المفتاح من غير ما يحس. اما تشاكي في المكتبه وفلاش باك لنفس المكان اللي كان بيلعب فيه مع برايس، ولقى مكان الكتاب كأن في اسطوانه. الاسطوانه دي هتجاوب على كل الاسئله بتاعت تشاك، بس الاقرع بيجي بسلاح وكمان بتاع الامن يقول ان تشاك عليه $60 للجامعه من زمان. يا عم اوعى ده وقتك. يبدا تشاك والعملاء يدوروا ويهربوا ويخرجوا بره ويدخلوا. الموظفين بيحاولوا يسرقوا الرموز من خزنه الصيني. بيوصل تشاك مع العملاء لقاعه يشغلوا الاسطوانه ويلاقوا فيها الدكتور كان بيختار الطلاب اللي هيعينهم في المخابرات، والدك شغال تبع المخابرات اصلا. ويتفاجئ تشاكي ان برايس صاحبه في المخابرات وهم كانوا لسه في سنه اولى. وكمان السي عليه كل اسماء العملاء، والكورس ده بيتباع بفلوس وعليه معلومات مهمه. بس الرجاله من عصابه الاقرع الكتير بيجوا ويبداوا يهجموا على بعض، فيجري تشاك في اوضه يبدا يكلم كل العملاء اللي على الديسك المتجندين في الجامعه، يقول لهم كلمه السر اللي هي القلعه. كل ما يكلم طالب الطالب بيجي، بس صاحبه اتصل عليه انا عايز الرقم السر بتاع الرموز، فقال له بسرعه ان ده مش وقتك، بس اداله الرقم. الاقرع بيجي من ورا تشاك هيضربه بس بيتحرك فتيجي في الجهاز. اما ساره وكيسي طلقوهم خلص، بس العملاء بتوع الجامعه بيجوا ينقذوهم ويدافعوا عنهم. تشاك الاقرع هيضربه وياخد السي فتيجي عامله تساعده وتنقذه. وبس تم حل المشكله وتم حل التحكم في المحل، وهم اللي هيتفرجوا على الشاشات براحته. وجت اللحظه الاهم في الحلقه، تشاك مع ساره هيشغل السي ويفتح الملف بتاعه ويعرف ايه قصته. ونعرف ان تشاك كان ذكي في الجامعه، فجه قرار انه هيتعين في المخابرات. بس بيدخل برايس على الدك يترجى الدك ان تشاك لا، تشاك طيب شجاع وان ده صديقه المفضل، هو مش عايز يرمي تشاك في الطريق الخطر ده. واضطر مع الدك يحط ورق في خزنته علشان يطرد، لانه لو اتطرد مش هيتعين في المخابرات. وفي الاخر تشاك بيدرك ان صاحبه عمل كده عشان ينقذه، هو ما كانش بيكرهه بل مش عايزه يحطه في طريق ممكن يعرضه للخطر. فبكل حزن قال اكيد برضه برايس لما بعت لي الانترسكت كان عشان ينقذني من حاجه. ساره تخرج من الاوضه وبين عليها التاثر، بيروح تشاك الحاجات اللي كان هيرميها بس بيرجعها، ومنهم الصوره اللي مع برايس، ويفتكر سنه 99 كان اول سنه ليه في الجامعه، وازاي اتعرف على برايس بالصدفه لان الاتنين كانوا بيحبوا نفس اللعبه في جهاز الاكس بوكس، ومنها بقوا اصدقاء وبيتكلموا. وتنتهي الحلقه. ولو عجبك بقى الملخص يا صديقي وعايز التكمله بتاعته، اللايك لما الفيديو ده يوصل لل6000 لايك ساعتها نكمل. غير كده استناني في الفيديو القادم. فولو على الانستجرام وسلام.